السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض العيش السن او العيش الاسمر او عيش الدايت او الرجيم. هنعمله في البيت بمنتهى النظافة والسهولة، وان شاء الله باذن الله واوفر كمان، ومش هياخد معاكي وقت خالص. هنجيب كوبايتين دقيق بالشكل ده ونحط عليهم رشة ملح، تمام، ومفعلة الخميرة. حطها على جنب، وجبت كوباية ردة حطيتها على كوبايتين الدقيق، يعني كوبايتين الدقيق عليهم كوباية ردة، التلت والتلتين، تمام كده. وهقلبهم كويس كده مع بعض مع الملح، تمام. وحتى ربع كوباية مية دافية عليها معلقة كبيرة خميرة فورية أو بيرة، ومعلقة كبيرة سكر بالشكل ده لحد ما فرت معايا بالشكل ده وتأكدت منها ان هي تمام. وحطيتها كده، وهحط مية كمان مطرح الخميرة. هحط شوية مية، وهبتدي ان انا اعجن الم العجينة لحد يعني هنزل مية بشويش كده لحد ما تلم معايا العجينة وتبقى تمام التمام. خلاص. الاول هشتغل كده بالمعلقة، وبعدين هبتدي ان انا اعجنها بايديا. خلاص. لحد ما توصل معايا تلم معايا، لا تكون ناشفة ولا طرية. ايديا تكون نضيفة، والمكان اللي بعجن فيه يكون نضيف بالشكل ده. ساعتها بس هتأكد ان العجينة بتاعتي تمام التمام. خلاص بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص العجينة كده تمام، وايديا كده تمام. خلاص هغطي عليها لحد ما تخمر، وبعدين هشكلها يعني حسب الحجم الرغيف اللي انا عايزاه. ودي ردة حط عليها شوية صغيرة دقيق، يعني اكتر حاجة الردة مش الدقيق. خلاص. وهبتدي كده ابطط اخبز عليها كده، واحاول ما يعني ما اخليش الرغيف رفيع ولا تخين قوي. هيكون بسمك نص سنتي او اكتر، تمام، بحيث ان هو العيش اللي هو السن بيكون مش رقيق، تمام. وبعدين هيقبل معايا في الفرن او في الطاسه او في فرن البوتاجاز حسب الامكانيات اللي عندك. احنا النهارده هنعمله فرن البوتاجاز عشان خاطر اللي بتقول ما عندهاش فرن، وفي نفس الوقت اسرع لك من الطاسه اللي على البوتاجاز. خلاص تقدري تعملي برضو في الطاسه، مفيش اي مشكله. عملت واحد تاني اهوت بنفس السمك، اهو سمك معايا زي ما انتم شايفين. وهعمل واحد كمان لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. انا حاطه رده اكتر من الدقيق، تمام. ممكن اعمل على الرده بس. ده نفس طريقة العيش البلدي برضو اللي هو بتاع الفرن، ولكن بتقللي الردة شوية، بتخليها نص كوباية مثلا، تمام. بيبقى العيش البلدي العادي نفس الطريقة. العيش البلدي عادي، يعني هي الردة بس لما بتكتر بيبقى العيش اللي هو بتاعي أسمر. لحد ما اخلص العيش بالشكل ده على الصاجة بتاعة الفرن، وبيبتدي معايا ما شاء الله هو بيبتدي يقب واحدة واحدة اهو، لحد ما احمر معايا وبقى بالشكل ده، وبيبقى ناشف برضو زي بتاع بره، وبتحطيه في كيس وبيبقى تحت طلبك، ولحد ما يخلص خالص ما شاء الله. يعني ما خدش وقت خالص زي ما انتوا شايفين معايا كده. ده غير طبعا الجودة والنظافة، وفي نفس الوقت برضو اوفر بكتير من بره. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.